على هامش المؤتمر السادس عشر للجبهة، مؤتمر الشهيد محمد خداد المنعقد بولاية الداخلة مخيمة اللاجئين الصحراويين، نستضيف الأخ أبو بشراية في كلمة حول انطباعه لهذا المؤتمر، وأيضا نبغى نعرف ما هي أهم الخيارات الملحة اللي تفرض راسها على هذا المؤتمر. شكرا جزيلا، شكرا للإخوان في فريق إكيب ميديا. بطبيعة الحال هذا المؤتمر السادس عشر الجبهة مؤتمر الشهيد محمد خداد الحبيب كما يعلم الجميع ينعقد في ظرف خاص جدا تمر به القضية الصحراوية بالنظر إلى جملة التطورات الأخيرة، ولكن أيضا بالنظر إلى جملة التحديات الكبيرة اللي تفرض راسها بشكل غير مسبوق على القضية الوطنية وبطبيعة الحال في جميع المجالات. هذه هي المناسبة الدستورية اللي يجتمع فيها مناضلو الجبهة الشعبية، مناضلو ومناضلات الجبهة الشعبية تحرير الساقية الحمراء والذهب، لإجراء النقاش الدوري من كل 3 إلى 4 سنوات حول تقييم المرحلة، ولكن الأساسي هو وضع المحاور الكبيرة لخارطة الطريق اللي مطلوبة بناء على التقييم اللي مطلوبة من أجل رفع هذه التحديات. طبيعة الحال عنوان المرحلة الآن منذ 13 نوفمبر 2020 هو الكفاح المسلح، وبالتالي فإنه موضوع جيش التحرير الشعبي الصحراوي موضوع القتال وموضوع فرض إرادة وخيارات الشعب الصحراوي في هذا المجال هي النقطة الأولى وهي النقطة المسيطرة على هذا المؤتمر، على أجواء المؤتمر، ولكن أيضا على نقاشات هذا المؤتمر. ولكن أيضا هناك مجموعة من ساحات الفعل الوطني التي ترافق هذه الواجهة اللي هي الواجهة المركزية الآن، اللي أيضا مطلوب من المناضلات ومن المناضلين الخروج بورقة واضحة، خاصة فيما يتعلق بالجبهة الداخلية اللي كانت هي عنوان يعني من خلال هذا الصمود الأسطوري للشعب الصحراوي خلال 47 سنة في اللجوء، واللي يعني لم يتمكن فقط من الصمود ولكنه تمكن أيضا من مطاوعة أرض قاسية، وتمكن من كسب تأييد وتعاطف يعني واسع عبر العالم. والدليل هو هذه الوفود من مختلف أنحاء العالم، أكثر في حوالي 400 زائر أجنبي ومتضامن أجنبي شارك معنا في هذا المؤتمر. الجبهة الداخلية بعناوينها الكبرى المعروفة، خاصة في هذا مشروع الدولة الصحراوية اللي الصحراويين يعني لم ينتظروا استكمال التحرير حتى الشروع فيه، ووضعوا لبنات مهمة كبيرة جدا في هذا الطريق، وهذا الجانب يستحوذ نقاش. ولكن أيضا موجود جبهة المدن المحتلة اللي تشكل نقطة التصادم المباشرة الثانية مع الاحتلال، واللي يجب أن تشكل يعني هذا واحد من الرهانات الكبيرة المطروحة على المؤتمر، بأنه يعني كيفاش نهتدي إلى البرنامج، إلى الخطة التي تضمن بأنه على مستوى المدن المحتلة يحدث رجع الصدى المطلوب للعمل المشكل، يعني للعمل وللقتال وللكفاح الذي يقام به شرق الحزام. كيفاش رجع الصدى يكون مجلجل، يكون في عملية تناغم كبيرة مع هذا العمل المسجل منذ 13 نوفمبر. وأيضا جبهة العمل الدبلوماسي اللي تشكل الحاضنة القانونية والحاضنة الشرعية لكفاح الشعب الصحراوي، واللي مطلوب بأنه بالنظر إلى هذه التحديات مطلوب بأنه تحصل هناك نقلة نوعية هي الأخرى تنسجم مع متطلبات هذه المرحلة، وتنسجم مع هذه الخيارات الحادة التي دخلنا فيها منذ 13 نوفمبر، واللي تتطلب بأنه يعني الجسم الوطني يكون في حالة تناغم، والجبهة الدبلوماسية منه، خاصة وأن الاحتلال يخوض معركة شرسة معنا من أجل
التحصيل الممكن من النقاط التي يتصور بأنها قد تحسم الموضوع على المستوى الدبلوماسي، بطبيعة الحال على مستوى الاعتراف بالسيادة المزعومة، على مستوى شراء الذمم، على مستوى محاولة التأثير على مواقف الدول إلى آخره إلى آخره. وبالتالي بأنه أيضا الجبهة الدبلوماسية مطلوب بأنها ترقى إلى مستوى هذه التحديات. بالنتيجة أنه حاصل الفعل الوطني الصحراوي في هذه الجبهات الأربعة مجتمعة هو الذي سوف يصنع الفارق، وهذه هي الرسالة المطلوبة من هذا المؤتمر الذي لا يجب على الإطلاق أن يكون ناجح فقط من الناحية الإجرائية، ولكن أيضا من الناحية السياسية. والنجاح من الناحية السياسية يتطلب فعلا بأنه هذه الجبهات الأربعة تكون على نفس مستوى الفعل وعلى نفس مستوى التناغم. شكرا.